طبعا اليوم عندنا فيديو جديد. اليوم شباب لعبة ماينكرافت نحكي عليها عن أشهر لعبة بالعالم. نقول إذا هل لعبة ماينكرافت يعني لازم نقاطعها أو لا، ماكو داعي. فقبل أن نبدأ لا تنسون طبعا اللايك والاشتراك هاي الأشياء الحلوة، وصلي على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. ويلا خلينا نبلش. لعبة ماينكرافت لعبة كنا مشهورة، قلنا مثل ما قلنا بالبداية، لعبة كنا مستحيل واحد ما لعبها أو على الأقل جربها مرة واحدة. فاللعبة رهيبة جدا، ما صارت من أكثر ألعاب الترند حاليا، زالت طبعا. فاليوم احنا نطلع سؤال نقول هل لعبة يعني ماينكرافت مقاطعة أو لازم احنا نقاطع هاي اللعبة وهي حرام وهي أشياء يعني؟ لا شباب، لعبة ماينكرافت لعبة مو لا مقاطعة ولا أشياء هاي. صح هي بها أشياء، بس هي لعبة مو مقاطعة أبد، بل هي الشركة مايكروسوفت اللي هي اللعبة باعتها إلى 2.5 مليار دولار. تخيل هذا رقم ايش قد كبير. فاللعبة مايكروسوفت هي قصدي هي اللي تدعم هذا الكيان اللي تعرفوه الصهيوني أو هيك اللي نحكي مقاطعة. هالشي مايكروسوفت هي معروفة هي من أكثر الشركات مقاطعة وتدعم المقاطعة طبعا، أو إسرائيل. واكو هواي طبعا هواي شركات أو تطبيقات تدعم هذا الشيء، مثل عندك يوتيوب وجوجل، هواي تطبيقات. بس احنا أبد ما نقدر نستغني عنها، لأن هاي التطبيقات كلش تفيدنا بحياتنا طبعا يوميا. هذا الشيء هو السبب الرئيسي اللي أقول لكم لعبة ماينكرافت لعبة ما لا مقاطعة لا شيء، بل الشركة هي مايكروسوفت اللي هي باعت نسخة، هي اللي تدعم شو اسمه مقاطعة يعني، وليس اللعبة ما لها دخل أبد شباب، أبد ما لها دخل. احنا قلنا مثلا الأشياء ما نقدر نستغني عنها، يعني هي صح مقاطعة بس أبد احنا ما نقدر نستغني عنها، اللي هي مثلا الانستغرام قلناها واليوتيوب والجوجل، لأن التطبيقات مستحيل نقدر نستغني عنها، لأنه صعب كلش، لأن هاي التطبيقات تفيدنا حياتنا. مثل لعبة ماينكرافت، لعبة كلش حلوة احنا نحبها كلنا تقريبا. تعال واحد على ما يحب لعبة ماينكرافت أو على الأقل تحلق بيها من زمان يعني صراحة. هايبة. فأنا شباب وصلنا نهاية هذا المقطع، وأتمنى عجبكم. صح إنه مقطع صغير بس يلا شو نسوي، حتى أنا أحب نطول فيديو. يلا نهاية المقطع. أتمنى إنه عجبكم إن شاء الله، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا مع السلامة، باي باي، نشوفكم فيديو جديد.